بعد أن تلقى ريال مدريد كارثة إصابة كورتوا بالرباط الصليبي، وجد القرش بيريز نفسه في أزمة جديدة تضاف إلى أزمة الدفاع وأزمة رأس الحرب، حيث يجب على الميرينجي التعاقد مع حارس مرمى لتعويض غياب العملاق البلجيكي كورتوا الذي يرجح أن يغيب إلى نهاية الموسم. في هذا الفيديو سنقدم لكم أبرز الأسماء المرشحة لتعويض تيبو كورتوا، وقبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك، وبسم الله بدأنا. رقم 7 كيبا حارس تشيلسي الإنجليزي. ارتبط اسم الحارس الإسباني كيبا بالعديد من الأندية في الفترة الأخيرة، خصوصا بعد أن تعاقد تشيلسي مع الحارس روبرت شانسيز قادما من برايتون الإنجليزي، ويعتبر صاحب 28 عاما من أبرز المرشحين لتعويض الفترة التي سيغيب فيها كورتوا. رقم 6 ياسين بونو. يعتبر ياسين بونو أول الأسماء المرشحة لتعويض كورتوا، حيث أبدى النجم المغربي رسميا رغبته للعب في صفوف الميرينجي لتعويض صديقه وزميله السابق تيبو كورتوا. وكان ياسين بونو قد ارتبط ببايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، لكن هذا الأخير انسحب من الصفقة وتعاقد مع أونانا، وقدم بايرن ميونخ عرضا رسميا لشراء بونو، لكن العرض قوبل بالرفض، خصوصا أن إشبيليا لا ينوي التخلي عن بونو بأقل من 20 مليون يورو. ولكن توجد مشكلة في انتقال بونو إلى ريال مدريد، حيث يجب على بونو مغادرة النادي في نوفمبر وفبراير للالتحاق بالمنتخب المغربي في الاستحقاقات الإفريقية، وهذا ما قد يشكل عرقلة في سير الصفقة. رقم 5 ديفيد ديخيا. أصبح الحارس الإسباني لاعبا حرا بعد انتهاء عقده مع الشياطين الحمر، وكان ديخيا قد حرس عارين مانشستر يونايتد ل12 سنة، وكان المنقذ الأول للشياطين الحمر في العديد من المناسبات. ونشيد بالذكر أن ريال مدريد كان قد حاول التعاقد مع ديخيا، لكن الصفقة لم تتم. رقم 4 عودة نافاس. أمضى نافاس فترة أكثر من رائعة في صفوف الميرينجي، حيث توج مع النادي بدوري أبطال أوروبا، وانتقل نافاس من ريال مدريد بعد أن أعلن الأخير تعاقده مع البلجيكي كورتوا. ولعب نافاس منذ خروجه من ريال مدريد مع أندية باريس سان جيرمان ونوتنغهام فورست قبل أن يعود إلى صفوف البي اس جي. رقم 3 حارس فالنسيا جورجي مامارداشفيلي، حيث يعتبر الحارس الجورجي صاحب 22 عام من أبرز الأسماء التي ارتبطت بريال مدريد، وارتبط اللاعب أيضا بعدة أندية ألمانية وإنجليزية، ويسعى فالنسيا للحصول على 25 مليون يورو لبيع الحارس. رقم 2 الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش، الذي تألق في كأس العالم 2022 في قطر، ويلعب الحارس الكرواتي في صفوف دينامو زغرب، وكان قد تلقى النادي العديد من العروض بشأن الحارس ليفاكوفيتش، لكن هذه العروض قوبلت بالرفض، حيث يسعى دينامو زغرب للحصول على أكثر من 12 مليون يورو للتخلي عن العملاق الكرواتي. رقم 1 الموجودون في النادي، وهنا لا نقصد كامافينكا بل الحارس الأوكراني أندري لونين، الذي قدم مستويات متفاوتة إلى سيئة، وقد يضطر أنشيلوتي للاعتماد على لونين إذا أظهر التزامه مع النادي وحسن مستواه. أخبروني برأيكم متابعينا الكرام، من هو أقرب حارس للانتقال لصفوف الميرينجي؟ لا تنسى الاشتراك، ودمتم في أمان الله.